بنات يا بنات أمهاتي وأخواتي الغاليات، السلام عليكم ورحمة الله وعواشركم مبروكة. إن شاء الله تكونوا في أحسن الأحوال. فاليوم إن شاء الله فيديو مميز غادي نحضر معكم من نصيب واحد وكوكوطة وحدة، غادي نخرجوا منها بركوكش وكذلك الحريرة. بركوكش الوجدي الغني عن التعريف إن شاء الله غادي نقدمه لكم بتصوير أوضح، لأن الفيديو اللي حطيته لكم البارح طلبا منكم لكن كان قديم، كان تصور من 4 سنوات. المهم هذا وعدتكم به فأنا حطيته لكم في هذه الوقيته. وأصلا هذا الفيديو إن شاء الله غادي ينفعكم حتى في فصل الشتاء، نبغيو هكا الحويجات اللي يكونوا جاريين نتعشاو بهم. كذلك غادي إن شاء الله ترتاحوا من ديك القضية نتاع أنكم تنصبوا كوكوطة وحدة غادي تحضروا بها وجبة بركوكش الوجدي، كذلك غادي تحضروا بها الحريرة الغد ليه مثلا، لأن بركوكش نعرفوا أنه من نبات غادي ينتفخ ويكتر. من الأحسن الإنسان يحضر غير القياس ديالو اللي ياكلو في داك النهار، والشي الآخر يخليه مثلا الحريرة. فهنا بالنسبة للمكونات غادي ناخدو مطيشة، عندي كيلو مطيشة ولا 6 الحبات كيف ما كتشوفوا، سواء كانوا كبار على هكا ماشي مشكل. واحد البصيلة محترمة. عندي هنايا العدس، غادي نرجع لكم للربيع. عندي العدس، كتشوفوا العدس انه فيه شويه نتاع جلبانه يابسه هاك، كان شريته ماشي مشكل، المهم كينفع هكا في الحريره ماشي مشكل. وبالنسبه للحمص انا ديما كنديرو في الكونجيلاتور من بعد ما نرطبو ونفصصو باش نديرو هكا في الحريره ولا مثلا بركوكش الوجدي. هنا عندي تقاطع ولا هكا قطع نتاع الهبره نتاع الديك الرومي يعني لا داند. وكذلك عندي دوك العظام كانوا عندي في الكونجيلاتور، جبتهم حتى هما لدد بهم هاد بركوكش والحريره. فهنا خديت واحد طنجره الضغط غادي ندير فيها تقريبا كاس الا ربع نتاع الزيت النباتيه ولا نصف كاس. المهم القياس نتاع 10 يوترو هاد الكوكوط اللي غادي تهز لي. اول حاجه درت دوك القطع نتاع لا داند مع دوك العظام، وغادي نحاول انني نشحرهم فوق النار بما انا نوجد الحويجات الاخرين. فبالنسبه للقزبر ومعدنوس عندي 2 رباطي قزبر مع ربطه معدنوس، واكيد نصف ربطه نتاع الكرافس. الكرافس هو هذاك اللي عندي مجمد لانه راه مفقود في السوق، فانا كنت موجدته في الكونجيلاتور، يعني ديما عندي في الكونجيلاتور هكا للطوارئ، فجبت منه تقريبا على حساب نصف ربطه. هنايا غادي نحاولوا نزيدوا الماء على داك المهم القزبر، حاولوا انكم ما تكثروش بزاف الماء باش ينطحن لكم مزيان مزيان. ممكن جدا انكم تدوزوه في الهاشوار الاول، عاد من بعد تدوزوه هنا في الكاس نتاع مولينكس الا كانت عندكم الموس ديالها مثلا حافي، باش يجيكم هكا بركوكش والحريره نتاعكم يجيكم صافيين في اللون ملي ينطحنوا مزيان مزيان. كتشوفوا انني زدت حتى داك الكرافس معاهم وطحنت مزيان مزيان، وغادي نخويهم على داك اللحم. هنا بغيت نقول لكم هاد النعناع العبدي ولا النعناع الحر كيف نسميوه حنا في المنطقة الشرقية، هو هذا البنات الا توفر عندكم فما عليكم غير تشريوه وديروه في الكونجيلاتور وتبقاو هكا ديروه في هاد الحوايج الجاريين، كيجي كيحمق مع بركوكش مع الحريرة مع الشوربة. تعرفوا البنات واحد اللذة اللي كيعطيها، والريحة نتاع هاد الشهيوات الجاريين تعرفوا كتشموهم من راس الدرب. الا درتو شويه نتاع داك النعناع الحر اللي سميتو حتى النعناع العبدي، لان قالوا لي اخوات في لي كومونتير انه سميتو حتى النعناع العبدي في جهه الغرب. المهم انا دابا اكيد ما توفرش عندي، حاولت انني ناخذ لكم ديك اللقطه من واحد الفيديو نتاع العام اللي داز، وهنايا دوزت مباشره خديت داك الكيلو نتاع مطيشه غادي نحاول انني نطحنها بها بالقشور نتاعها. ممكن جدا في هذه اللحظه انكم تقطعوها وديروها في كاسرونه مع شويه الماء، كتغلي وتغلي وتغلي، ومن بعدها عاد تطحنوها مثلا وتصفيوها. لكن انا فضلت انني ندير الطريقه السهله باش نسهلها حتى عليكم ونفس النتيجه. كتجي يعني الحريره ولا بركوكش كيجيو رائعين رائعين. المهم نعرفوا انه لضيق الوقت كاين الاخوات اللي ما عندهمش الوقت، كاين اللي ما يبغيش يوقف بزاف في الكوزينه، المهم حنا نحاولوا اننا نديروا داكشي متول وبتقنيات بسيطه. كتشوفوا انني صفيت ديك مطيشه وحيدت داك القشر اللي بقى هكا عالق هكا في الصفايه، ومن بعدها زدت ساليت الكميه نتاع مطيشه، عندي كيلو ولا 6 الحبات.
ممكن ديروهم حتى كبار على هكا. انا داكشي اللي كان عندي في الدار، وبعد هذاك هو القياس اللي ديما كنديرو في هاد الكوكوطه، كندير كيلو مطيشه. خديت كذلك البصله، قطعتها، غادي نزيد عليها شويه د الماء ونطحنها حتى هي. المهم داك الكاس نتاع مولينكس زعما الصراحه رحمه ربي والله كيسهل علينا بزاف بزاف هاد الحويجات اللي كيكونوا فيهم الوقاف. المهم هنا ديك البصله خويتها، غادي نحاول نشلل داك الكاس تاع مولينكس باش نخويها كلها. درتها فوق النار الكوكوط. كتشوفوا ان السوائل ما طحنتش زعما في سوائل كثيره، حاولت انني نعمر ديك الكوكوطه كيف ما شفتوا. ومن بعدها جا الوقيته نتاع اضافه الحمص. من الاحسن انكم تفصوه، واخا كيشد شويه الوقت اكيد، لكن فعلا المنظر نتاع الحريره كيجي زوين ملي يكون الحمص هكاك مفصوص. كذلك درت واحد الخمسة المعالق كبار نتاع العدس باش تجينا الحريره مقومه، وكذلك يجينا حتى داك بركوكش المهم غني هكا بدوك العناصر. هنا العطريه شوفوا راها جات مضبوطه والله، ما زدت لا ملحه لا حتى شي حاجه، كلشي مضبوط في هذه الكميه. كتشوفوا درت معلقه ملحه، نصف ملعقه كبيره نتاع الابزار، معلقه معمره مزيان نتاع الزنجبيل، معلقه معمره مزيان نتاع الخرقوم البلدي، معلقه معمره مزيان نتاع الكرويه. هذه القرفه درت تقريبا ربع معلقه كبيره. وهنايا هاد العطريه اللي ضروري منها في الحويجات الجاريين هي الكبابه حبوب. ممكن تشريوها مطحونه، لكن انا كنفضلها حبوب. نديرها هكا في هاد الحويجات باش ما تكحليش اللون نتاع الحريره ديالي ولا بركوكش، وفي نفس الوقت ما تعطيش ديك اللذه المجهده ديالها. كنديرها حبيبات. ممكن انكم ديروها في واحد الكموسه، كيف ما ممكن انكم ترميوها غير هكا. ومن طيب الحريره نتاعنا غادي ديك الكبابه تطلع الفوق، تقدروا تحيدوها بشي صفايه. المهم درت تقريبا واحد وشنو نقول لكم، تقريبا واحد 15 هكا الكركوبه ولا هكا ديك المهم كويره 15 الوحده. المهم راكم شفتوا القياس بالملعقه الكبيره. ومن بعدها حطيتها فوق النار طيب تقريبا نصف ساعة حتى لساعة قل 20 دقيقة، يعني من نصف ساعة 30 دقيقة حتى 40 دقيقة. المهم طابت وراكم تشوفوا المستوى نتاعها نزل، وهذا هو الشكل ديالها. فجبت هنايا واحد القطعة نتاع الزنجبيل الطري كان عندي، انا كنحتفظ به ديما في الكونجيلاتور، وكنجبد منه ونقطع ونحط. الا ما كانش عندكم غادي ديروا واحد نصف ملعقه كبيره نتاع الزنجبيل تزيدوها هكا في الاخر مع زوج معلقات نتاع الطماطم المركزه. ممكن جدا انكم تخلطوها الاول في شويه د الماء هكا في واحد الغرفيه ولا في واحد الزلافه، ومن بعدها تخويوها. لكن انا مع التصوير ومع المهم باش ما نبقاش نتحرك بزاف، حاولت ندير لها هكا وصافي، وكل شيء غادي يتخلط. هنايا هذا اللي ضفتو ديك النصف المهم هذا اللي راني نضيفو دابا واللي ضفتو قبل، هذيك راها غير الكرويه. في الاول درت ربع ملعقه كبيره وقلت لا نزيد واحد الربع اخر، يعني غادي تزيدوا في التالي الكرويه والزنجبيل رائعين. وهذا اللي وريته لكم في المعلقه دابا وحيدته، قلت لكم زعما الا ما عندكمش الزنجبيل طاري ديروا ديك نصف ملعقه نتاع الزنجبيل هكا بودره. حتى انا من ما يتوفرش عندي ماشي دائما كيكون عندي داك الزنجبيل الطري، غير شنو هو اللذه نتاعو زعما كتجي باينه وتجي زوينه في هاد الحويجات. صافي خديت الماء الطايب وعمرت الكوكوطه نتاعي، غادي نحاول نحرك هكا، نخلي هاد السائل يغلي واحد الغليه باش العناصر كلها تنسجم. وغادي تشوفوا معايا وشنو غادي ندير من بعد. هنا جينا دابا حيدت شويه من هاد الكوكوطه، حيدت شويه ودرتو في ديك الزلافه لهيه ولا ديك الغرفيه، حنا كنقولوا لها غرفيه في المنطقه الشرقيه، لان كنقول شي مصطلحات هكا تاع المنطقه الشرقيه كيقولوا لي في التعاليق وشنو هي. المهم الغرفيه هي هذه. فانا حيدت ديك الكميه، علاش هذيك غادي نخليها، لان بركوكش ملي طيب ونجيو نحطوه في الطباصل كنلقاوه تشرب الروا ديالو ولا المرق ديالو. فنحاولوا اننا دائما نديرو السكور ونخليو واحد المغرف كبير ولا زوج مغارف كبار على حسب الكميه. كذلك دوك العظام انا حيدتهم ودرتهم في هاد الطبسيل، وإلا فيهم شي قطعه نتاع اللحم اكيد غادي نحيدها ونرميها هكا في الكوكوط. هنايا غادي يبقى لي هاد الخليط، كتشوفوا تبارك الله فيه الحمص بكميه كثيره، فيه العدس،
وفيه دوك القطع نتاع الدجاج. انا غادي نحاول نقسم هاد الشيء على زوج باش واحد النصف نديرو بركوكش كليتو اليوم الحمد لله والشكر لله. وهذا الفيديو غادي نحطو لكم غدا ان شاء الله. والحريره وجدتها وحطيتها في الثلاجه حتى الغدا ان شاء الله، ونتعشاو بها ولا نتغداو بها ونزيدو معاها طورطيه ولا شي حاجه. المهم من الغدا يحن الله. صافي كيف ما شفتوا قسمت الخليط. كذلك ما نساوش ناخذوا من الحمص والعدس ودوك التقيطعات نتاع اللحم. المهم درت زوج كاسرونات ولا زوج المهم مرميطات. غادي نبدي هنا بالحريره. خديت اكيد الخميره البلديه ديالنا وزدت فيها واحد زوج معالق حتى ثلاثه نتاع الدقيق، وزدت خففتها بالماء واكيد بالفوي. حاولت انني نضرب كاع داكشي. الا شفتوا عندكم تكتلات حاولوا انكم تصفيو داك الخليط. من بعد ضفتو هكا على الخليط نتاع الحريره اللي عندي في الكاسرونه. درت غير كميه صغيره لان اصلا الكميه صغيره، ما عنديش بزاف نتاع هاد الحريره، عندي غير شويه. المهم درت اللي يكفيني. كتشوفوا القوام ديالها. يلا خويت داك الدقيق وراه باين زعما القوام باللي واحد شويه من تبدي في درجه الغليان غادي شويه تعقد على هكا. صافي ونبقى كل شويه نحرك باش ما يلتصقليش كتره. في الاول ملي ديروه كل شويه حركوا. هنا جا الوقيته انني نضيف واحد ربع ملعقه كبيره نتاع السمن الحار، طبعا اختياري. غادي نحاول نخلط هكا نحرك. وفي نفس الوقت غادي نضيف الشعريه الرقيقه باش تجيكم هكا زوينه الحريره نتاعكم. ونحاولوا نديروا هذه الحركه ما نرميوهاش كتله واحده وانما نفرتتوها هكا ونديروا القياس ديالنا. فانا اكتفيت بداك القياس لان عندي الحريره كميه غير صغيره ماشي بزاف. صافي في هذا الاثناء اللي تضيفوا الشعريه حاولوا انكم تبقاو تحركوا وتعاودوا لانها فوق النار وغادي تبقى تغلي هكا باش ما تنزلش لكم في القاع وتحرق لكم وتلصق لكم في القاع. حاولوا انكم كل شويه تحركوها بما يبدي يدخلها الطياب، وفي ديك الوقيته راه ماشي مشكل. هذا هو القوام نتاع الحريره نتاعنا. جات كتحمق وجات مضبوطه من ناحيه العطريه الملحه. كل شيء البنات ديروه كما هكا. الا كانت عندكم الكوكوطه نتاع 10 يورو. هنا خديت 400 غرام يعني نص كيلو نتاع بركوكش قل 100 غرام خديته. وحاولت انني نغسلو اكيد واحد زوج مرات حتى لثلاثه. من بعد ما غلالي داك السائل ولا داك القوام حاولت انني نضيف فيه داك بركوكش كيف ما شفتوا على دفعتين. ضيفوا الدفعه الاولى حركوا وزيدوا الدفعه الثانيه وحركوا مزيان. وفي هذا الاثناء بقاو غير تحركوا البنات لانه راه فوق النار وغادي بحال اللي يبدي شويه ينتفخ، وهو اصلا في الاول كان ثقيل بحال اللي يهبط في القاع. حاولوا تبقاو تحركوا ومن بعديها من تحركوا شويه هكا وتحسوا ان بدا يتنفخ ولا بدا يدخلوا داك السائل داخل غادي تسدوا على الكوكوط نتاعكم. انا سديت عليها نقدر نقول لكم 7 دقائق حتى ل10 دقائق، نار مهيله بحال الشمعه. ومن بعدها حليتها. هذا هو المنظر ديال البركوكش طايب. وما تخليوهش حتى يتهرى لان غير ديك السخانه من ترجع عليه غادي تزيد له شويه في الطياب. درت واحد ربع ملعقه كبيره نتاع السمن الحار وحتى هي اختياريه. ومن بعدها كتشوفوا هذا هو راه راوي دابا ياك البنات راكم تشوفوا فيه يعني راه فيه الروا وبركوكش طايب. ولكن غادي ما نجي ندور هاك وهاك. ما نجي نحطه في الطبسيل غادي تشوفوا معايا المنظر ديالو باللي غادي يشرب. وهذا هو الكميه اللي تبقات لي من ديك نص كيلو يعني درت 400 غرام قل واحد الحفنه تقريبا. وصافي هذا هو القوام تاع الحريره. الشعريه اكيد ملي تنتفخ وملي كتبان. وانا اصلا تعجبني الحريره اللي فيها هكا حتى الشعريه. بغيتو تقللوا الكميه نتوما وخاطركم. وهذه هي الحريره ديالنا. الكميه هي هذه عطاتني هذه مع واحد الغريفيه صغيره راني وريتها لكم. المهم بالنسبه للبركوكش هو هذا عطاني تقريبا زوج نتاع السوبيرات هكا زوج من هذا الحجم وكميه محترمه زعما. وكتشوفوا انه ديجا راه بدا يتشرب الى لاحظتوا لان في الكوكوطه كان يبان المرق كاين. ولكن راه بمجرد ما تدوري غير شويه صافي بعدا يبدي يشرب. فداك الشيء علاش قلت لكم خليو ديك الزلافه احتياطي. ففي ديك الوقيته غادي ملي تحطوه في الطبسيل ديالكم غادي تحاولوا حتى الضياف يعني من يكون عندكم الضيف ولا ليكم نتوما حاولوا انه بمجرد ما تحطوا في الطبسيل
غادي بعدا تما يشرب. وحاولوا ديروا كما هاد العمليه ديالي انه يكون سخون بصح. انا حطيته هو بارد لانه اصلا مع التصوير غادي نتعطل. انا اصلا من بعديها من طفيت الكاميرا مشيت سخنت بركوكش ديالي وكليته وهو سخون. دابا غير نتوما كنوريكم، ولكن داك المرق زيدوه سخون كيجي خطير يا بنات. هذه تقنته اللي حضرتها معكم من بعد ما صفيت لي هذاك الزيت من بعد ما باتت. ها هو القوام ديالها، شاده راسها، كتجي كتحمق. وراهم اخوات كتار اللي صيفطوا لي التطبيقات نتاعها وحمقاتهم حتى هما. وكيف ما قلت لكم كتنتكل بالتمر. ممكن جدا انكم تاكلوها بالخبز، علاش لا، ولكن هي زعما هكا تنتكل بالتمر. واكيد طاقمتها غادي تكون عقادت لاننا خليناها ارتاحت ليله كامله وحيدنا من هذيك الزيت ولا الفائض نتاع الزيت. المهم كتنتكل بالتمر هكا. وخليت لكم الراحه اخواتي. الى عجبكم فيديو اليوم ما تبخلوش عليا بلايكاتكم والبارطاج وتعليقاتكم الزوينه. سلام يا بنات. الى ما جربتوش هاد الوصفه فرا كنتم الخاسرين.